سلام واهلا بكم في قناه بيبا كورنر. في وصفتنا تاعنا اليوم ان شاء الله راح نعمل فتة الدجاج السوريه سهله التحضير وطعمها بزاف بنين، ننصحكم تجربوها. اول حاجه راح نجهزها هو مرق الدجاج. هنايا في حله نحط قطعه من الدجاج المتوفره عندك في البيت، وعندنا حبه بصل نقطعها بطريقه عشوائيه، ونضيف البهارات كمون فلفل اسود زنجبيل والكركم. عندنا 2 ورق غار اللي هو الرند. نقلي كل هاد البهارات وهاد القطعه تاع الدجاج بطريقه جيده، وبعدها نضيف لها كميه من الماء لازم طبعا يكون سخن او يغلي. وبعدها اول ما نشوف انه المرق تاعنا بدا يغلي، نحاول ننزع كل هذاك الريم اللي يتشكل على سطح المرق تاعنا، ونخلي الدجاج تاعنا يطيب يعني براحته. هنا نجهز الصوص. بالنسبه للصوص عندي علبه من الرايب. الوصفه الاصليه نستعملوا الزبادي اللي هو الياغورت ناتور. عندي البهارات فلفل اسود وكمون، وضفت لها فص ثوم والملح طبعا. وهنا ضفت تقريبا 3 معالق كبار من عصير الليمون، وضفت فنجان من مرق الدجاج اللي كنا حضرناه، ونخليها على جنب في الثلاجة. هنا نحضر الخبز او العيش السوري، راح نقطعوها على هذا الشكل بطريقة عشوائية، ونضيف له البهارات الكركم الفلفل الاسود والكمون والزنجبيل، وضفت له تقريبا 3 معالق كبار من الزيت. نخلط كل هاد البهارات والزيت مع الخبز، ونخليه في الفرن حتى ياخذ هذا اللون الذهبي. هنا الخبز تاعنا راهو جاهز. نبدا نجهز الفتة الدجاج تاعنا. نحط كميه من الخبز او العيش. وهنا كنت حضرت رز، لازم نستعمل الرز المصري او رز الغيزوتو، ونحط طبقه من الرز، طبقه من الدجاج اللي كنا فتناه بهذا الشكل، وطبقه من الصلصه البيضاء. وبهذه الطريقه تاعنا الفته تاعنا راهي جاهزه. ننصحكم